الفلوس بتهرب مننا بسبب اخطاء بسيطه. شاركنا في التعليقات، مرتبك بيخلص يوم كام؟ والنهارده هنعرفك اخطائك مع اقوى بودكاست، الموظف العقل والمرتب. يلا بينا. يا جماعة أنا لسه قابض من ساعتين. الفلوس راحت فين؟ هو أنا بصرف بزيادة؟ أنا تعبت بجد. المشكله مش في المصاريف الكبيره، المشكله في المصاريف الصغيره، القهوه والاشتراكات اللي ناسيها وغيرها. انا بصنفها فكه، يعني مش مهمه، بتتكرر كتير بتتحول لمصاريف ضخمه. الحل عشان اعيش معاك لاخر الشهر، قسمني 50% احتياجات اساسيه، 30% رغبات ورفاهيه، و20% دي خط احمر، واعتبر ان 20% دول مش بتقبضهم عشان لازم تتحكم في فلوسك. أنا بخلط بين الاحتياج والرغبة. لو صمدت قدام رغبتك 48 ساعة بس هتوفر أكتر من 70% من مشترياتك التافهة، عشان أنا بحب أول ما الفلوس تيجي تصرف عشان أحس بالراحة. طيب سؤال، الموبايل الغالي والعربيه دي مش اصول؟ دي حاجات بملكها وليها قيمه كبيره في السوق. لا يا فنان، الاصل هو اللي بيجيب فلوس لجيبك، والخصوم هي اللي بتسحب فلوس من جيبك. موبايلك وعربيتك خصوم لان قيمتهم بتقل وبيسحبوا مصاريف. وكمان خد بالك من التضخم الشخصي، كل ما مرتبك بيزيد انت بتزود مصاريفك تلقائيا وبتركب اوبر بدل الميكروباص. كده الزياده راحت للارض. في الاقتصاد الفلوس اللي تحت البلاطه بتموت اهدى. التضخم بياكل قيمتها الشرائيه كل يوم. لازم الفلوس تتحرك في اصول حقيقيه زي الذهب والفضه والعقار. ويا جمالك لو هتعرف تبدا مشروع وابدا صغير، والصغير هيكبر. طيب لو معيش سيولة لكل ده أبدأ منين؟ وأنا لسه في بداية الطريق ومرتبي على قدي. أعظم أصل هو أنت استثمر في مهارة تخلي قيمتك تزيد، وأعظم استثمار هو الاستثمار في نفسك.